مين اللي ظالم فينا، مين مظلوم. دي كلمات بتؤثر فينا للفنان الكبير محمد منير، كلمات كتير بتأثر في الشعب المصري خاصة في لحظات الثورة. ولكن من أجمل الأوصاف اللي ممكن نوصف بيها اللي حصل في يوم الثورة الثانية زي ما بيعتبرها الثوار في أحداث محمد محمود، بتفكرني دايما كلمات الراحل صلاح جاهين لما قال: ياما نصحتك يا ولدي لما صوتي اتنبح، ما تخافش من جني ولا من شبح، ونهب فيك عفريت قتيل اسأله ما دافعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح. دي كانت الشجاعة اللي قدر بيها الثوار ينزلوا في وسط أحداث الثورة في شارع محمد محمود. بيعتبروها ثورة تانية أو مرحلة تانية من ثورة يناير. حققت أهداف كتير جدا للشعب المصري. النهاردة الثوار بيحتفلوا بهذه الذكرى. الشارع مليء الآن هناك بكل التيارات السياسية والمصريين اللي بيعيدوا الاحتفال بهذه الذكرى. نحن اليوم نشاركهم هذا أيضا بحضور ضيوفنا الكرام. دكتور إيهاب يوسف، الأمين العام لجمعية الشرطة والشعب لمصر. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. معنا ايضا الاستاذ احمد عبد الرب، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثوره والقيادي بحزب الجبهه الديمقراطيه. استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. هستاذنك يا دكتور، هبدا باحمد لانه لازم نتكلم عن شارع محمد محمود. مش هنتكلم عن ذكرياته لانها كلها احنا عارفين الايام بتاعته، الخمس او ست ايام بتوعه كلنا حافظين اللي حصل فيهم. ولكن بعد عام من هذه الاحداث كيف تنظر الى هذا الحدث؟ أحداث محمد محمود عندما بدأت بمحاولة فض اعتصام عدد من مصاب الثورة صباح 19 نوفمبر 2011، واشتبك المصابين والثوار مع قوات الأمن اللي حاولت تفض الاعتصام بالقوة، لأنه جرت العادة قبلها إنه اللي كان بيتقبض عليه كان بيروح الشرطة العسكرية وبيتبهدل ويتحول محاكمات عسكرية، فده كان سبب أصلي للمقاومة. وبدأت الأحداث واستمرت 6 أيام من المواجهات بين قوات الشرطة المدنية والثوار اللي كانوا فدائيين لدرجة أعلى مما تتخيلها، ودي ملحمة لازم تتسجل في تاريخ مصر قام بها الثوار في اليوم ده. وانتهت بالهدنة الأخيرة اللي بعد 6 أيام، كانت حوالي الساعة 3 الفجر، حتى أنا كنت فاكر كنا حاضرين ده، وقدرنا نوقف الاشتباكات ما بين الجانبين. بعد سنة بقول إنه هي دي الأحداث اللي حددت ميعاد تسليم السلطة، لأنه قبل هذه الأحداث كان المجلس العسكري بيتكلم عن تسليم السلطة خلال عام 2013 بعد وعد سابق له انه يسلم السلطه من 11 فبراير خلال 6 شهور. فبدا للثوار وبدا لراغبي التغيير في مصر انه المجلس العسكري غير جاد في مواعيده، فعليها ان يسلم السلطه بالضغط الشعبي، واستمرار الثوره هو الحل لنقل السلطه الى سلطه مدنيه منتخبه. يعني السبب الاول فبناء عليه تحدد ميعاد لنقل السلطه كان بالظبط 30 يونيو 2012، وده اللي تم بالفعل. وقد تم. فده طبعا يخليني اولا الله يرحم كل شهداء الثوره اللي ماتوا من اول الثوره، طبعا وخاصه بنسأل كل مشاهدينا قراءة الفاتحة لهؤلاء الشهداء طبعا. يعني رحم الله شهداء يا الثوره رب اللي هم السبب في ان احنا تخلصنا من نظام ديكتاتوري زي نظام مبارك، واللي شهداء الثوره اللي استمروا وكل الثوار اللي استمروا في ثورتهم حتى تسليم السلطه الى سلطه مدنيه منتخبه. وايضا الثوار او الثوره مستمره، لانه الثوره في الحقيقه لم يكن لها مرشح في انتخابات الرئاسه بقدر ما كان لها اهداف، والثوره مستمره حتى تحقيق هذه الاهداف. طب انت شايف ان ده الجميل في الثورة، ان ما كانش ليها قيادة وكانت كل الناس مشتركة فيها، ولا شايف ان دي ممكن تكون نقيصة لم تجعل الثورة تحقق اهداف كاملة ليها؟ يعني هو في وجهتين نظر، طبعا وجهتين نظر حضرتك بتقولهم صحيحتين الاثنين. الثوره لو كان لها قياده كنا هنلاقي مليون حد بيسب في هذه القياده، فاذا ثبت على هذه القياده اي غلطه فيبقى الثوره كلها معموله من الخارج زي ما كانوا بيقولوا او اي حاجه. ولو الثوره ملهاش قياده فخرج الشعب فيها كله تلاحم مع بعضه، فخرج النتاج العظيم اللي شفناه في الثوره، تلاحم كل الناس من مختلف التيارات. لكن هي الازمه اللي حصلت بعد كده انه حصل انقسام داخل هستأذنك بس اشرح للساده المشاهدين ان الصور الموجوده معانا على الشاشه دي اعضاء 6 ابريل وهم متجهين لميدان التحرير. الصوره دي بالتحديد في ميدان الدقي. ده النهارده المغرب اثناء خروجهم واتجاههم ناحيه ميدان التحرير وشارع محمد محمود عشان الاحتفال بذكرى هذه الاحداث. دي صور حيه. اتفضل استاذ احمد. يعني خلينا نكمل. لا كان كويس ان الثوره ما كانش لها شخص واحد بيمثلها، لكن كان يجب على الثوار وعلى القوى السياسيه في مصر ان هي تتحد من اجل انجاح هذه الثوره. اللي حصل انه حصل فعلا الاتحاد ده خلال 18 يوم، وقدرنا نصل الى يوم
نسمع فيه ان مبارك بيتخلى عن السلطه وبيترك السلطه وبعد كده بيحاكم، ده بفضل الاتحاد. ثم الصراع السياسي اللي حصل بين القوى السياسيه ومنها الثوريه هو اللي خلق بقى الحاله اللي وصلنا لها بعد كده. وصل للسلطه المؤسسه العسكريه اللي هي اصلا كانت في السلطه من 52 بشكل او باخر، حاولوا تحافظ على السلطه معاها مده اطول اذا استطاعت يعني اقماع هذه الثوره فتستمر، اذا فشلت فالبدايل كانت البدايل المدنيه ما بين قوي ما بين ضعيف، حصل الحقيقه بينهم صراع ولم يحصل اتحاد. لو كان في اتحاد خلينا يعني خلينا سياسه شويه يعني. انا هرجع للسياسه يعني. مره تانية، لكن يعني ليا بعض اسئله هوجهها لدكتور ايهاب. دكتور ايهاب، احداث محمد محمود زي ما قال احمد بدات في الاساس في خلاف ما بين مصابي واهالي شهداء الثوره ضد الامن. مسألة الصراع برضو دي كانت سبب أساسي في قيام الثورة وسبب اختيار الثوار ليوم 25 يناير اللي هو كان بيوافق احتفال الشرطة بعيدها، فبالتالي في مشكلة حقيقية كانت موجودة ما بين الشعب والشرطة. في الفترة الأخيرة ابتدينا نلحظ أن هناك يعني نزول للأمن مرة تانية، حتى إن لم يكن بالكثافة المطلوبة، لكن الأمن أصبح موجود إلى حد كبير. كل ده بيلقي بظلاله على العلاقة بين الشرطة والشعب، وده هدف جمعيتكم. انت شايف ان سنتين بعد الثورة او ما يقارب من سنتين ازال بعض هذا الاحتقان الموجود بين الطرفين ولا لا؟ اعتقد انه لا للاسف يعني. وده شيء حزين، ده شيء يحزن ان احنا لحد 22 شهر من الثورة ما زال النهارده الشباب شباب نقي وشباب محترم، بس من ضمن احتفالاته باليوم 19/11 اللي هو يوم حادثة أو وقعة محمد محمود بيحصل احتكاك تاني بين الشرطة والشعب في نفس المنطقة، وفي تبادل وتراشق بين الطرفين، واعتقد ان في اصابات حصلت في الفترة اللي فاتت. فأنا كنت اتمنى ان احنا بعد وقت من الثورة نبتدي ان احنا نتصالح ونقدر نوصل الى ان احنا نتفق على ان إذا كان أسيء استخدام جهاز الأمن فترة من الفترات فعلينا أن احنا نتآخى ونتحاب في سبيل إنجاح الهدف من الثورة. لأن النهاردة أعتقد أن ناس كتير من مؤيدي الثورة عندهم إحساس بأن الثورة ما حققتش أهدافها، ولكن بالعكس يمكن المواطن العادي أصبح غير سعيد بالنتائج اللي حصلت سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية أو الإحساس العام بأن احنا هل احنا غيرنا حاجة ولا لا. لأن تأييدا لكلام حضرتك وصلنا خبر للتو أن هناك حريق بمدرسة القربية بشارع الشيخ ريحان بسبب التراشق ما بين قوات الأمن والمتظاهرين في هذه المنطقة. اتفضل دكتور. فالشيء ده يحزن، لأن احنا النهاردة ويمكن أنا هحاول أتكلم من منظور التاني، لأن أستاذ أحمد اتكلم من منظور وهو واقعي جدا وعلى حق، هو منظور السائر وكيف انظر لهذه المرحله وما يستتبعه من اداء. انا هحاول انظر من الناحيه الثانيه منظور الشرطي واحساسه بان هو يمكن اكتر واحد اتهم في الثوره، ويمكن زي ما حضرتك تفضلت تم اختيار 25 يناير ليكون قصاصا من الداخليه وما زالت. انا ما قلتش قصاصا من الداخليه، انا قلت ان هو يعني مؤشر للاحتقان اللي كان موجود بالظبط. والاحتقان ما زال موجود. فاحنا النهارده لما تيجي تبص على الشرطي وهو بيؤدي الرساله بتاعته، اعتقد ان هو هيبقى في صراع مرير بين احساسه بواجبه ورسالته اللي هو محتاج يؤديها وباخلاص وبصدق، وبين احساسه بان هو المتهم على طول الخط من الثائر والمواطن المصري في الشعب المصري. يمكن زي ما حضرتك تفضلت وكلام حضرتك بتقوله منطقي جدا او واقعي جدا، هو ان الشرطه فعلا تواجدت بكثافه اعلى من اللي فاتت في المرحله اللي احنا فيها، ولكن الاداء ما زال ضعيف. بالرغم من ان نفاجئ لما نيجي نستقرئ الاحصائيات اللي بتطلع من وزاره الداخليه نلاقي اكثر من 119 شهيد اظن في سنه 2012 من الشرطه في عمليات ليها علاقه بمكافحه الارهاب ومكافحه الجرائم ومكافحه تجارة المخدرات. ربنا يرحمهم واحنا نعدهم ايضا من الشهداء ونحتسبهم عند ربنا شهداء، لان هو ما دام مات يعني في سبيل الواجب هو شهيد أكيد. يعني. الفكره اللي انا عايز اقولها ايه، ان احنا في الاخر شعب واحد. الشرطه والشعب صحيح. ممكن اخويا انا بظابط واقف بادي عملي واخويا من الثوار، ايه المشكله؟ في الغالب يا فندم ولاحظتها من خلال لقاءات كتير، احنا جمعيه من سنه 2007 من خلال لقاءات كتير جدا لاحظناها ان في يعني كل جمعيه بداتوا من قبل الثوره ومن قبل الاحتقان اللي كان ظاهر بشكل كبير ده. بالظبط. احنا حسينا ان هو مش من المستحسن ان الاحتقان ده يزيد. طبعا ما قدرناش ننجح. طب انا اسف في السؤال لكن هو سؤال مهم، يعني هل هي جمعيه يعني تقليديه لمجرد وجود اسم
التفاخر بان احنا عندنا جمعيه بتقرب ما بين الشعب والشرطه، ولا هو يعني فعلا مجهود مجتمعي قوي وله تاثيره؟ مجهود مؤسسه واحده او جمعيه واحده في مصر بتعمل في هذا المضمار الصعب مش هتقدر تحقق حاجه كتير. بنحقق بس مش بالعدد يعني. كنا نتمنى ان يشاركنا اخرين بجمعيات تانية. انت لما تيجي حضرتك تبص على مجال حقوق الانسان مثلا، وهو ليس بالمجال البعيد عننا، ولكن احنا بنتناول الموضوع من منظور اخر. ولكن الجمعيات المتخصصه في رصد انتهاكات حقوق الانسان في مصر هتلاقي عددها ضخمه جدا. لما نيجي نتكلم على جمعيات بتحاول اظهار الحقيقه لمجرد اظهار الحقيقه، يمكن كنت بتكلم مع استاذ احمد قبل ما نخش على الهواء، جمعيات حقوق الانسان وليس خطا في ادائها ما بتتكلمش على الايجابيات، هي بتنتقد السلبيات وده دورها. هل في جمعيات تانية زي جمعيه شرطه والشعب المصري بتحاول تقول الايجابيات والسلبيات؟ مفيش. فبالتالي المواطن بيسمع. محتاجين مجهود اكتر وناس اكتر وجمعيات اكتر تعمل في المجال. بالظبط. اتفضل. طيب استاذ احمد، يعني خلينا بقى نرجع مره تانية للسياسه. بعد مرور عدد كبير جدا من الشهور بيقارب السنتين على ثورة يناير بكل أحداثها، يعني في سؤال بيطرح نفسه مهم جدا. كيف يشعر الثائر بما حققه من إنجاز؟ هل أنتم شايفين الثورة حققت ده ولا لا؟ هاخد إجابة حضرتك لكن بعد ما نتصل بزميلنا ومراسلنا محمد حسن. مساء الخير. مساء النور محمد. محمد ازي حضرتك؟ وقول لي يعني مكانك فين بالظبط دلوقتي؟ انا حاليا في شارع محمد محمود. طيب في الشارع نفسه احنا سمعنا ان هناك بعض التراشقات ما بين المتظاهرين وقوات الامن، هل ده يعني خبر مؤكد نقلته لنا احد الصحف؟ هو في تراشقات بس يعني بصوره طفيفه تكاد مش تكون في شارع محمد محمود، الشارع الجانبي اللي هو فيه حواجز بينه وبين وزاره الداخليه، لان في مناوشات حوالين الوزاره، يعني في بعض المجموعات بتروح هناك وعايزين يعني يعدوا الحاجز اللي هو الاسمنت اللي موجود ده، وفي تراشق في الطوب ما بين يعني شباب. مش كل الناس موافقه على الكلام ده طبعا، لكن في شباب. انا دخلت طبعا الشارع جوه فشايف في شباب بيرمي طوب على الامن والامن بيرد، وفي ناس مصابين طالعين باختناقات وحاجات وكده يعني. اختناقات معنى كده ان في قنابل مسيله للدموع يا محمد؟ نعم، في قنابل مسيله للدموع. انت بتقول في اختناقات؟ في انا شامم ريحه غاز لكن انا ما سمعتش، يعني انا شامم من بعيد لكن انا مش شايف في كثافه غاز ولا في اي طب حاجه. من فضلك تاكد لنا من ده. طب احنا سمعنا برضو ان في حريق في مدرسه القرابيه في شارع الشيخ ريحان، هل وردت لك اخبار عن ده؟ لا انا ما وصلتش اخبار عن ده. ما انت في شارع محمد محمود طبعا مش هتقدر تعرف. انا في شارع محمد محمود فما اقدرش اشوف يعني. طيب الاعداد اللي موجوده عندك في شارع محمد محمود في يعني رقم تقريبي نقدر نحصيه؟ هو شارع محمد محمود تقريبا كله مليان، والشارع الجانبي اللي هو فيه وزاره الصحه ده مليان جدا. مش ما اقدرش احدد العدد بالظبط، لكن هو يعني اعتقد حسب ما الناس بتقول مكان، يعني كانوا يتوقعوا ان يكون العدد اكثر من كده ويكون التواجد اكثر من كده. طيب ملخص الهتافات يا محمد، ملخص الهتافات اللي موجوده عندك معانيها ايه؟ بتقول ايه؟ بتطالب بايه؟ نعم، ملخص الهتافات اللي موجوده عندك. هو الهتافات ان هو كله بيتكلم عن حق الشهداء اللي هم راحوا ضحيه احداث شارع محمد محمود، اللي هو يموت زيهم ينجيب حقهم وان الثوره مستمره. في بعض الهتافات ضد الاخوان وديع الثوره وديع. في هتافات كانت بتطالب برضه بمحاكمه المجلس العسكري اللي هو كان مسؤول عن الاحداث بتاعه شارع محمد محمود، وان هم خرجوا منها بسلام ومحدش قرب ناحيتهم، وان في تواطؤ ناحيه دماء الشهداء، ان لغايه دلوقتي محدش جاب حق شهيد من الشهداء سواء في شارع محمد محمود او الالتراس. او طبعا الالتراس متواجد بكثافه جدا ومصعد الهتافات ضد وزاره الداخليه بالذات. يعني اعداء الالتراس واضح جدا ان هو ضد وزاره الداخليه، وكل الهتافات ضد وزاره الداخليه، وتقريبا الالتراس هم اللي بيبادروا بالدخول ناحيه الوزاره يعني. طب محمد اخر سؤال، هل تم تحديد موعد للانصراف ولا الناس يعني ما زالت مجتمعه او متظاهره ومحدش حدد ميعاد؟ الناس مجتمعه تقريبا يعني حسب معلوماتي لغايه يوم الجمعه. يعني هم ناويين يستمروا؟
لغايه يوم الجمعه تقريبا. بس انا شايف انه استمرار مش هيكون استمرار يعني. ما انا عارف هو معلن انه لحد يوم الجمعه، لكن في انصراف مثلا ويرجعوا بكره، ولا الناس معتصمه هتفضل في المكان؟ لا انا مش شايف حد هنا قال لي ان هو معتصم يعني. حتى لو كان التواجد هيكون تواجد، الناس هتروح وترجع تاني يعني. طب شكرا ليك يا محمد. حتى باعتقادي من المجموعه اللي موجوده حواليا ما حدش بيتكلم عن الاعتصام قدامي يعني، ومفيش بوادر للاعتصام انا شايفها. الله يعني الله اعلم جايز يكون، لكن انا اللي انا شايفه من المجموعات إن مفيش اللي بوادر حواليا اعتصام والمجموعات اللي موجوده مفيش يعني مفيش نيه للاعتصام. نشكرك، واذا جد اي جديد من فضلك يا محمد بلغنا فورا. شكرا ليك. شكرا ليك. زميلنا محمد حسن من شارع محمد محمود، كل الشكر ليه، والشكر موصول لحضراتكم للمتابعه. بكمل مع احمد. اتفضل. كنت سألت حضرتك وعايز الإجابة لأنها إجابة مهمة جدا. كيف يشعر الثائر اليوم بما أنجز من الثورة، أو هو شايف أن لسه مفيش حاجة أنجزت؟ هو باختصار شديد انه يتحقق هدف الثوره، وهربط بين الكلام ده وبين الملف اللي بنتكلم فيه اللي له علاقه بالداخليه. الداخليه، احنا الداخليه جزء من الشعب طبعا، جزء من الشعب كله لازم يتحد طبعا، لازم يتحد. انما اذا في جزء من الشعب ده اعتدى على الاخر وما قامش بدوره والشعب تصدر، فده طبيعي انه يحصل. هنا لازم ندرس ايه اللي حصل، ليه الناس بقى في احتقان من قبل الشعب ضد الداخليه، وهي مؤسسه من المفترض ان هي لها دور هام جدا في المجتمع، وهي بتقوم على حمايته، لانه تغير دورها الحقيقي من منع الجريمه ومعاقبه او الامساك بالمجرم وتقديمه العداله ثم تنفيذ الحكم الصادر عليه، الى امناء الشرطه بياخدوا اتاوه من السواقين في كل مكان في مصر، المرور غير منضبط في مصر، المباحث العامه بتشتغل مع مباحث عامه ومباحث المخدرات، وبيشتغلوا مع تجار المخدرات وبيشتغلوا مع البلطجيه، وفي تنسيق كامل. بس دي اتهامات شديده الدولة. احمد، دي اتهامات شديده، في البعض منها مقبول ونقدر نعديه، وفي اتهامات يعني لازم تقولها بدليل يعني اوكي، او لا يعني بدليل يعني بدليل. الموظف في موظف شريف وفي موظف فاسد. رجل الشرطه في رجل شرطه شريف ورجل شرطه فاسد. لا، ما اقدرش اولا اعمم الاتهام. ثانيا يعني مثلا ما اقدرش اقول انه بيشتغل مع بتاع مخدرات يعني. شوف، كل الفساد مرفوض، لكن في فرق بين الفاسد المدني، الموظف اللي هو قاعد على مكتب، والفاسد اللي معاه سلطه قمعيه، معاه سلاح ومعاه القوه وبيقدر ينفذ القوه دي. القوه دي هو خدها اصلا طبقا للعقد الاجتماعي علشان يحمي المواطن الشريف من المواطن الغير شريف او المجرم، فلما يستخدمها بشكل عكسي هنا خطر اكبر من انه يكون في موظف قاعد على مكتب وبياخد فلوس. دي قصه. طب انا عايز اسالك سؤال منطقي. يعني هو جهاز الشرطه في اي دوله هو اللي بينفذ القانون، فبالتالي لازم يكون عنده هذه العصا القويه علشان اقدر حقه احمي طبعا، حقه معاه قوه. انا قلت ده. يعني هل هم نفذوه بشكل اكبر، فبالتالي هو ده اللي عمل الحنق او الغضب ما بين الطرفين؟ في الحقيقه انه في ال10 سنين الاخيره قبل الثوره تحول دور جهاز الشرطه في مصر من دور حمايه المواطنين وحمايه حقوقهم الى دور مختلف. دور مختلف ده انا والشعب المصري كله يقول رايه، وانا بخاطب الشعب المصري كمان من هنا بقول له انت شفت بعينك الامن هو بياخد فلوس اتاوه من كل السواقين، وهو بياخد بدل ما تخلص الرخصه في المرور فياخد فلوس، ياخد رشوه. هل الامن كان بياخد ده بالذوق ولا بالعافيه؟ كان بياخده اتاوه، عشان انا بقول بالعافيه. المباحث في مصر كانت بتشتغل مع تجار المخدرات، وكان في شبكه، ودي كانت بتخدم بدورها على هي ومافيا البلطجه في مصر، كانوا بيشتغلوا مع بعض لصالح جهاز امن الدوله اللي كان بيخدم على السلطه الحاكمه. عايز انقل لك بس ان اسئلتي يعني هي اسئله حياديه على الاطلاق، من حقك طبعا. وليس دفاعا عن الشرطه، وليس يعني تمجيدا في دور الشرطه، لكن هي مؤسسه من ضمن المؤسسات الوطنيه اللي بتقدم، وبالتالي قد يكون فيها فرد فاسد وفرد شريف زي اي مؤسسه ثانيه. معانا على التليفون مهندس محمد صلاح. باشمهندس محمد، اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ محمد. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. ازي حضرتك؟ بسلم على حضرتك وعلى ضيوفك الكرام. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. انا بس بحب اختصر الثوره الجميله اللي حصلت عندنا في 25 يناير دي في نقط بسيطه كده. اتفضل. الثوره دي اصلا بدات بشباب جميل قاعد على النت وعلى الكمبيوتر وبتخطيط جميل، وحددوا مواعيد وحاجات جميله قوي، والثوره قامت وهم وزي ما نقول كان ليهم اهداف وكان ليهم حاجات مطالب بسيطه، وبدا سقف المطالب يزيد لما في تعنت من السلطه ولما وهم اللي خدوا يعني زي ما بنقول الاطفال هم اللي صدورهم جت صحيح لرصاصات حبيب العدلي وشركاء والكلام ده كله. تمام. ودي مجموعه يعني تقريبا المجموعه اللي ماتت دي كلها. في ناس بقى من بعد 25 يناير بدءا من 28 29
بدات تنزل بعض الفصائل اللي كانت مستنيه تشوف الموجه، يا ترى الموجه رايحه ناحيه، صحيح، يا ترى رايحه في انهي مكان. الشباب الجميل ده صدقني ترك الميدان وترك المعركه، اللي اتبقى منه ترك المعركه وجلس في بيته. اللي بيتلففوا باستوديوهات اكتوبر والكلام ده كله وائتلاف مش عارف ايه وما اعرفش ائتلاف ايه، كل دول ما كانوش في الثوره ولا ليهم في الثوره ولا اي حاجه. وطلعت فصائل بقى اللي هي كانت كشه ومش عايزه تنزل وكانت مستخبيه في الجحور ومش بتطلع ومش من غير ما نذكر اسماء. ظهر بلتاجي وظهر صفوت حجازي وظهر مش عارف وظهرت اسامي انا اسف ان انا اقولها لان يعني مناظر ما اختلفتش ابدا عن الحزب الوطني. باشمهندس يعني شكرا لرأي حضرتك. حزب وطني اشد منه. شكرا ليك يا فندم، رأي حضرتك قيم وكل الاحترام والتقدير لحضرتك ولكل مشاهدينا. خلونا نرجع يعني مرة ثانية لمسألة الشرطة. دكتور إيهاب، طالما أنت يعني رجل متخصص في مسألة العلاقة بين الشرطة والشعب، كان أحد المطالب الرئيسية للثورة هو هيكلة الشرطة، هيكلة جهاز الشرطة، ويمكن ده مطلب كان يعني احنا عايزينه من قبل حتى ثورة يناير، ويمكن لو كان حصل ما كانتش حصل هذا الاختلاف وهذا الغضب ما بين الشرطة والشعب. من ساعة الثورة ما انتهت واحنا عمالين نردد في ده، هيكلة الشرطة هيكلة الشرطة. جاء أكثر من وزير داخلية من الثورة حتى الآن ولم يحدث ولم تظهر أي رؤية لمسألة هيكلة الشرطة. هل ده موجود بس لسه ما طلعش ولا مش موجود من أساسه؟ هرجع بس خطوة لورا وهاخد من كلام أستاذ أحمد. اتفضل. لأن أستاذ أحمد انطلاقا من روح السائر عمم، قال حياتك كله سيء كله. لا، ما انا رديت وقلت ان كل مجتمع لا يعني بالطبع مش كله، لكن بدات الصوره تبان للمجتمع بالشكل ده انه في استخدام خاطئ من جهاز الشرطه لامكانياته والقوه اللي بيملكها، فده سبب الاحتقان. ده السبب، لازم ندرس السبب. انا عايز هقول فعلا ان الكلام اللي بيقوله صح في جزء منه، وهو ان في جزء كان سيء واساء للكل. صحيح. ويمكن جهاز الشرطه لان احنا كلنا بنحتك بيه في تعاملنا اليومي، يعني من اول استخراج شهاده الميلاد لحد استخراج شهاده الوفاه احنا بنحتك مع صحيح الشرطة. هو الشرطه كمان حملت في الفتره العقود العشر الاخيره بمسؤوليات يعني مش من مهامها اصلا يعني، فبالتالي تدخلت مع المجتمع بطرق او باخرى يعني. انما بلا شك كان في تضحيات وكان في ناس بتستشهد وبتصفى ولحد النهارده فالفكره هنا الخطا بيقع على عاتق وزاره الداخليه من قبل الثوره وحتى الان، هو ان الصوره الذهنيه لدى المواطن سيئه عن جهاز الامن، ايا كانت التضحيات اللي بتتعمل وايا كانت العمل اللي بيتعمل وايا كانت ساعات العمل اللي بتؤدى، ولكن في النهايه انا كمواطن غير راضي. فيبقى دور مين؟ دور اللي بيؤدي الخدمه. هنا لازم نفرق بجديه بين الشخص اللي في الشارع اللي احنا بنتعامل معاه والقادر على بسط السياسه وبسط الاستراتيجيه وعمل التواصل مع المجتمع. ويمكن ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي احنا محتاجين ان الشرطي يشتغل كويس جدا، وفي نفس الوقت الرساله اللي توصلني من الوزاره تبقى رساله واضحه وما فيهاش لبس وفيها شفافيه وفيها وضوح، واقدر استشعر منها ان في تطوير حصل في الوزاره. يمكن كلمه الهيكله واعاده الهيكله وبتاع خدت وقت طويل قوي في الاحاديث خاصه الاعلاميه منها، لدرجه انها ابتدى يعتبر ان ده نوع من السب لوزاره الداخليه. هم ابتدوا يعتقدوا ان لما تقول هيكله فانت بتشتمني، لا هي الفكره ان احنا عايزين تطوير، والتطوير ده سنه الحياه. يعني انا عجباني صراحتك قوي لان ده مصطلح انا مش هعرف رد فعله على الفرد العامل في وزاره الداخليه ايه. حضرتك بتبينه ان هو يعني كان انا بشتمه لما بقول له عايز هيكله، هو خدها كانها سب يعني. بالظبط، وده السبب لان المتخصص والغير متخصص اصبح يتحدث في هذا الموضوع. وبقى في ناس كتير. طب ليه ما عملناهوش لما هو يعني مطلب من المتخصص وغير المتخصص؟ ليه ما فكرناش فيه؟ انا متفق مع حضرتك ان احنا محتاجين اعاده تطوير وبناء للمنظومه الامنيه بالكامل. لان كنا دايما بنتكلم على ان معادله الامن اللي كانت موجوده لحد 24 يناير 2011 غير قابله للتطبيق دلوقتي. لان في فاكتورز فيها، منها الخوف من جهاز الامن ومنها جهاز امن الدوله والصوره الذهنيه اللي كانت موجوده عنه سواء صح او غلط كانت من ضمن المعادله. فالنهارده لا الناس كانت بتعتبرها صوره مخيفه يعني. بالظبط، فسواء صح او غلط انا مش بس الفكره ان دي كانت موجوده في المعادله، فانا وانا بخطط لجريمه حاطط في اعتباري ان في جهاز امن دوله ممكن ياخدني يعمل فيا 1 2 3. بس على فكره يعني مع كل احترامنا يعني هو جهاز امن الدوله رغم كل ما كان بيثار عليه من يعني شده او تعامل شديد مع المواطن، لكن هو ايضا كان جهاز بيخدم في بعض قضايا مهمه جدا وكان بيجيب قضايا مهمه جدا. بالظبط، عشان كده مش كنت لكن تعامل المواطن معاه هو اللي كان في منتهى
هو اللي كان بيخلق التخوف ده. فكره الهاله اللي كانت موجوده زي الفكره اللي موجوده عن الاف بي اي والسي اي اي النهارده، انت في هاله للجهاز. فالهاله دي من ضمن معادلات الامنيه بتاعتك، يعني مطلوبه، يعني انت شغال. فالنهارده خلاص الحته دي ما عادتش موجوده النهارده، لان سواء صح او غلط ما عادتش موجوده. فاحنا محتاجين نبني معادله امنيه جديده، وعشان نقدر نبني معادله امنيه ونستعوض الجزء الناقص ده اللي كان فيه خوف، لازم نستعوضه بمسانده شعبيه. يبقى احنا لازم نحول الحته اللي احنا كنا مستندين عليها من ان المواطن خايف فهيسمع الكلام، نحولها الاحترام مثلا، الى ان المواطن عايز يتعاون معايا، لان من مصلحته تحقيق الشارع وتحقيق الامن فيه. صحيح. لو وصلنا لده خلاص كل شيء هينتهي. ويمكن ده المحزن في النهارده، ان النهارده بعد سنه من احداث محمد محمود الشباب رايح وعنده استعداد ان هو يحتك مع الداخليه. طب ما ده معناه زي ما احمد قال ان الاحتقان ما زال موجود لحد بالظبط. بس انا في عمليه الاصلاح انا ليا تعليق الحقيقه له علاقه بيه. انا لو عايز اصلح جهاز داخليه هقعد اقول الضباط يتعادلوا لوحدهم ولا الشعب يتعاون معاهم؟ القصه بتبدا من الاصل. اولا دراسه اسباب المشكله، ثانيا في دوله زي مصر دوله شموليه الحل بيبقى جاي من السلطه السياسيه. اذا كان السلطه السياسيه عندها اراده سياسيه حقيقيه في الاصلاح بتبدا العمل وبتقدر تحقق نجاحات بشكل تراكمي. اذا كان نظام مبارك حاول يعمل ده كان هينجح، اذا كان المجلس العسكري حاول يعمل ده وعمل على تنفيذ اهداف الثوره كما وعد بدل من محاولاته السيطره على السلطه بشكل دائم كان ممكن ينجح. اذا حتى جماعه الاخوان المسلمين وهي موجوده في السلطه الان حاولت تعمل ده كانوا هينجحوا، مؤكد كانوا هينجحوا، مؤكد كنا هنشوف خطوات اولى للاصلاح. هنصبر بقى ونستنى ونتعاون معاهم. وانا عندي ادله في فكره التعاون. يعني كان في لقاء بيننا كممثلين للقوى السياسيه في مصر مع سياده نائب رئيس الجمهوريه منذ اسبوعين. قدمنا له في اللقاء ده عدد من الملفات الاجتماعيه الواجب حلها بشكل فوري، وتناقشنا في مشاكل سياسيه. قعدنا في الاجتماع ده 7 ساعات ونص. من ضمن الملفات اللي قدمناها تقارير لها علاقه بعدد الاعتقالات او عدد الانتهاكات اللي عملتها جهاز الشرطه في الفتره اللي تولى فيها السلطه الرئيس الدكتور محمد مرسي، مش في كل الفتره اللي فاتت. اكتشفنا في الفتره دي بالتحديد. طب استاذ احمد هستاذنك بس عشان معانا حد على التليفون من شارع محمد محمود، الاستاذ رامز المصري المتحدث الرسمي باسم الجبهه الحره للتغيير السلمي. استاذ رامز مساء الخير. استاذ رامز مساء الخير. الو استاذ رامز. استاذ رامز. استاذ رامز مش سامعني؟ يعني سامعين يعني الهتافات لكن استاذ رامز مش معانا. طب نحاول نجيبه يا جماعه ونرجع له مره ثانيه. طيب اتفضل استاذ احمد. طب خلينا نكمل الجزء ده. كنا وقفنا عند قدمتوا ملف بالاعتقالات اللي تمت في الفتره بتاعت الاعتقالات وحالات التعذيب وحالات الوفاه اللي حصلت لمعتقلين او سجناء. اكتشفنا انه الرئاسه بيوصل لها تقارير امنيه مخالفه للحالات الحقيقيه. نائب الرئيس خد موقف كويس انه بعد كده تواصل مع المراكز الحقوقيه اللي قدمت ده وطلب منها تقارير هذه المراكز لمقارنتها بالتقارير الامنيه اللي بتوصل لانه في خلل بيحصل هنا. معلش انا اسف اني هعطلك مره ثانيه. استاذ رامز معانا. اتفضل استاذ رامز. استاذ رامز مساء الخير. استاذ رامز. استاذ رامز مساء الخير. برضه سامعين الصوت المظاهرات لكن هو مش معانا. هنحاول مره ثانيه. اتفضل. طيب انا اسف تعطيلك اكتر مره. لا اتفضل. فيعني باختصار شديد احنا قدمنا ملف. فلما اكتشف انه في فرق بين التقارير الامنيه اللي بتوصل للرئاسه والتقارير الامنيه او التقارير اللي بتصدرها مراكز حقوق الانسان، تم التعاون في الملف ده وبدا دلوقتي اتصال مباشر بين مراكز حقوق الانسان والرئاسه. الفكره في انه اذا كنا عايزين نبني دوله حقيقيه ما بقولش ان احنا نستغنى عن اجهزه امنيه هامه لانها ظالمه او لانها فاسده فنهدها. لا انا ضد لا. انما بناء الاجهزه الامنيه دي هي حمايه الاجهزه وحمايه للعاملين بها وحمايه للمجتمع بالكامل. وبنبدا بقى نبني دوله بجد. اذا كنا عايزين نبني دوله بجد، الازمه الحقيقيه بشكل واضح كانت ازمتنا مع نظام مبارك لما حاولنا التصدي له او محاولات اصلاحه. اذا حاول مجموعه داخل وزاره الصحه محاوله اصلاح فشلوا، اذا حاول داخل وزاره التعليم فشلوا، اذا حاول حتى شرفاء داخل الداخليه وكل مؤسسات الدوله فشلوا، لانه كان في راس مشترك ورأس النظام لا يريد اصلاح وليس عنده اراده سياسيه للاصلاح. فخرجت الجماهير او خرج الثوار ضد هذا النظام. ما زالت الازمه مستمره. من في السلطه ليس لديه اراده سياسيه بالاصلاح الحقيقي بل منشغل بحاجات تانية. الاخوان منشغلون بالسيطره والتمكين من الدوله وفرض وصاياتهم على الشعب
يعني وشايفين ده في التأثير، شايفين ده في ملفات كتير مش عايزين نتطرق لها دلوقتي، وفي تصريحات غريبه جدا بتصدر منهم. المجلس العسكري كان نفس القصه، مبارك كان نفس القصه. احنا بنطالب من في السلطه انه يعي كيف تمت الثوره ولماذا قامت الثوره، لكي لا تتكرر ضده اي مكان هذا المسؤول او اي مكان هذا الرئيس. على يعي هذا بشكل جيد. احنا عايزين نبني البلد. عندما طلب مننا مقابله نائب الرئيس جمعنا ناس بتمثل كل القوى الثوريه في مصر، وقعدنا وقدمنا مشاكل. وبكره انا عندي لقاء مع مستشار الرئيس لشؤون المصريين في الخارج عشان ملف من الملفات اللي كنت مقدمها لها علاقه بالمصريين المعتقلين في السعوديه، هنشتغل مع بعض. ما عندناش ازمه جدا. لسه في ملف جديد كمان 19 مصري اللي جايين من الكويت علشان يعني بيرحلوا عشان يجتمعوا للاحتفال بالعام الهجري الجديد. ده برضه ملف في عدد ملفات احنا بنشتغل فيها بنتعاون فيها مع الرئاسه. دكتور ايهاب، خليني اتكلم مع حضرتك كمواطن مصري في المقام الاول، هنسيبنا شويه من الشرطه. انت كمواطن مصري كيف تنظر الى احداث محمد محمود وكيف تنظر الى الاحتفال بها اليوم؟ الاحداث نفسها كانت مؤسفه، والمؤسف فيها اكتر ان وزير الداخليه في المرحله دي اعلن ان هو ما كانش يعرف ان الاحداث دي هو كان اللي هو منصور عيسوي. أيوة. ولما سئل بعد كده ازاي ده حصل وايه اللي حصل مع الثوار او مع اهالي الشهداء والمصابين وليه حصل احتكاك بينهم وبين الامن، ابدى استغرابه وقال ان هو ما كانش على درايه بالاحداث وانه ما كانش مدي تعليمات بكده. فده يوري ان الداخليه كان فيها عدم انضباط في المرحله الحرجه اللي احنا كنا فيها. ويمكن بفرق الانضباط لان السيد احمد جمال اكثر انضباطا، ولكن ما زال الرغبه او الاراده السياسيه غير متوفره. ويمكن ده اتاكد دلوقتي من كلام استاذ احمد ان مفيش رغبه في الاحداث. ويمكن لما الناس بتبص كمصر بعيد عن الشرطه او مع الشرطه او يعني لينا علاقه بالعمل الامني او ماليش علاقه بالامن، بنشوف ان يمكن مع فقد الشعبيه الى حد ما في الشارع يمكن يتم الاحتياج لجهاز الامن في المرحله اللي جايه. وبالتالي مش من الصالح ان احنا نعمل جهاز امن ممكن يقف قدام حد ويقول او لا. وده الهدف بتاع جمعيتنا من الاول، ان احنا نقدر نبني جوه وزاره الداخليه او نساعد في وضع افكار او رؤيه في بناء منظومه جديده للامن تقدر تمكن مجموعه من الناس انها تقول لا لو شافت ان في حاجه غلط. يا رب ان شاء الله. معنا الاستاذ محمد الشيخ. استاذ محمد مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. حضرتك يعني مع سلام الجميع موجود، يعني كان عايز اوضح نقطه صغيره الاستاذ اتكلم عنها يعني في عجاله من فضلك بس عشان وقت البرنامج. اتفضل. اولا الصراع اللي حاصل ده في السباق اللي بين من زمن الى الان احنا مالناش فيه، احنا طبقه بنعيش على ايدنا في اليوم جيل يوم يعني. فما بيحصل واحنا عمالين نموت من سنين وجلود بالسنه واثنين ومش لسه فينا حد يعني. والاستاذ اللي بيتكلم عن موضوع الداخليه لا صوتك مش واضح يا استاذ محمد. استاذ محمد صوتك مش واضح. اقول لك الانتهاكات اللي حاصله من الداخليه ديت في اكتر من كده، لان في عصابات لسه موجوده والناس عماله تتهم القياده. الخدعه تعمل ايه؟ الخدعه تروح تعصم الزيان، الخدعه تروح تحوش العلمانيين واعضاء حزب الوطن اللي عايزين يرجعوا تاني البلد لورا وهيدمروها، وسابين عيال يدمروا في البلد واجروهم ب 50 جنيه في اليوم بس يصرفوا يجيبوا الافات يدمروا مصر بالكامل. وانا عندي ادله بس ما حدش بيسمعني. اروح فين اتكلم عنها عن فساد وعمل واحد في البلد دي؟ انا عندي دليل ان في علاء الاسواني ومجموعه مين كانوا متحدين مع المجلس العسكري بيخربوا البلد، وعندي ادله كده وعندي افراد. انا اتكلم على الكلام ده. اروح فين؟ هستاذنك استاذ محمد يعني سيب تليفونك ان كان معاك ادله يعني شكرا على رايك، وسيب تليفونك في الكنترول نتصل بحضرتك برضو اذا كان عندك ادله نبينها للناس يعني. شكرا ليك، شكرا لحضرتك. طيب قبل ما يعني ما نختم اللقاء لان وقتنا قرب على الانتهاء، يهمنا نتكلم في مساله مهمه جدا استاذ احمد، وهي مساله التوثيق لهذه الاحداث. كان المطلوب توثيق لاحداث الثوره بشكل عام، توثيق لاحداث محمد محمود والاهم الاحداث اللي حصلت في الثوره. هل انت مستشعر ان في توثيق جيد لهذه الامور ولا لا؟ طبعا، لانه التكنولوجيا الموجوده دلوقتي بتساعد على ده، من تصوير كل الاحداث دي بدقيقه من خلال الموبايلات والكاميرات. ففي توثيق طبعا يحصل. يمكن ما فيش جهه واحده جمعت كل حاجه عندها، لكن في عده جهات حاولت على ده. بس انا عندي تعليق قبل ما نختم برضو له علاقه. اليوم مش احتفاليه، اليوم هو احياء ذكرى احداث مهمه في مواقف سياسيه مهمه اتخذت فيها من قبل السلطه وقتها ان هي اعتدت على متظاهرين لمده 6 ايام
مش بس الداخليه لكن كمان قوات الشرطه العسكريه اللي في مشهد معروف جدا وهي بتسحل مواطنين وبترمي جثث الشهداء في الزباله. ده موقف لا يمكن ان ينسى لقوات الشرطه العسكريه وحصل بامر من السلطه في الوقت ده. الموقف الثاني هو موقف جماعه الاخوان المسلمين اللي موجوده دلوقتي في السلطه، موقف المخزل من هذه الاحداث، وخدوا موقف ضد الاحداث واتهموا الثوار في هذا المكان زي اتهامات الحزب الوطني او التلفزيون المصري وقت الثوره ان هم مأجورين وعملاء. بالاضافه الى السيد هشام قنديل نفسه رئيس الوزراء الان له فيديو مسجل مع احدى القنوات الفضائيه بيعلق فيه على احداث محمد محمود الاولى والثانيه، بيقول ان اللي كانوا هناك مجموعه من المأجورين. انا اؤكد بقى للاخوان المسلمين اللي باعوا الثوار في هذا الموقف وتصارعوا الى الانتخابات وتركوا دماء المسلمين. وحتى حزب النور الحزب السلفي خد موقف غير منضبط، والجماعه السلفيه بشكل رسمي خدت موقف غير منضبط ضد ده. لكن شباب من الاخوان المسلمين شاركوا في هذه الاحداث دون اراده من قيادتهم. اعضاء كثر من حزب النور ومن الجماعه السلفيه شاركوا غصب عن قيادتهم لانه راوا انه هذه الثوره والثوره مستمره وانه ده موقف ثوري هنقف معاه، مش ممكن نسيب دم بيسيل على الارض ونجري على الانتخابات. يعني هو اعتراف يعني جميل منك على فكره. وبمناسبه اعترافك اسمح لي انا اقدم اعتذار عن استخدامي للفظ احتفاليه في البدايه. انا بعتذر عن ده لانه يعني لفظ غير مرضي. انا بحب اوضح بس دي نقاط هامه حصلت، وانا يعني بس يبقى اعتذاري ان انا استخدمت. لا طبعا الاعتذار مقبول طبعا، مفيش اي مشكله. انا زي ما بقول لك من اول الكلام وكلام حضرتك عن يعني وجود افراد يعني من الاخوان المسلمين او من السلفيين او من حزب النور معاكم في هذا المكان، اعتراف جيد منك. انت بتقول ان في ناس منهم انشقت واصبحت معاكم. أيوة عشان في الاخر هو مواطن مصري ما يهموش لا التيار السياسي ولا يهمه اليمين ولا اليسار، لكن يهمه مصر بالظبط. ده كل الثوار ما لهمش مصلحه غير مصر. المهم كمان نقوله النهارده وغريب الناس ممكن تبقاش عارفاه انه كل القوى الثوريه التي دعت ل 25 يناير والتي شاركت من اول يوم كانت موجوده في محمد محمود من اول الاحداث الى اخرها، وكل هذه القوى شاركت في محاوله للهدنه بين قوات الامن وبين الثوار. بدل المره 6 مرات بنجري هدنه مع قوات الامن ومع مدير الامن ومع وزاره الداخليه، وبنعلن هذا في ميكروفونات مسجد عمر مكرم، ثم يخرج هذا الاتفاق قوات الامن لانه يبدو ان كان في رغبه وقتها من استمرار الاحداث لسبب ما احنا ما نعرفوش. الثوار دفعوا الثمن من اعينهم، عيون الحريه اللي فقدناها كتير جدا، او عدد المصابين. وانا شفت بعيني ناس يعني عينها متصفيه في الاحداث من جثامين لثوار او شهداء ماتوا في الاحداث دي. احنا بنحيي هذه الذكرى مره اخرى، بنفكر نفسنا انه الثوره ما كانتش سهله وانه دفع فيها ثمن. اهداف الثوره مش انه تيار معين يسيطر على السلطه ولو حتى كان تيار ثوري. اهداف الثوره انه تبنى دوله جديده بعقد اجتماعي هو دستور عادل توافقي بين كل القوى السياسيه، ان يكون هناك ديمقراطيه حقيقيه بين كل يمثل فيها الجميع والجميع يشارك، بدون ان نرى مثلا اعضاء من جماعه الاخوان المسلمين يخترقون حركات وقوى سياسيه اخرى زي ما كان اعضاء امن الدوله بيعملوا ده لصالح الحزب الوطني. احنا عايزين نبني ديمقراطيه حقيقيه، يبقى كل القوى الثوريه او كل القوى السياسيه كلها بلا استثناء تعمل في الشارع، والشارع من حقه ان يختار، تعمل طبعا تحت غطاء قانوني. وفي اطار الغطاء القانوني برفض ان يكون في حاجه اسمها جماعه الاخوان المسلمين، لابد ان يكون هناك تقنين لوضع جماعه الاخوان المسلمين، يكون في جماعه رسميه، ما فيش حاجه اسمها جماعه كده، يعني جماعه لها مقرات ولها مرشد عام بدون ورق قانوني. في حزب خلاص احنا عرفنا الحزب ده كجناح سياسي، لكن لابد من التقنين، لابد من سياده القانون بشكل واضح حتى نستطيع بناء دوله جديده تحمي وتعامل مواطنيها سواء دون تفرقه بين اي مواطنيها، سواء من الشرق الدوله، من غربها، من شمالها، من جنوبها، ابيض اسود مسلم مسيحي يهودي، اي مكان دينه او شكله او لونه، كلنا مصريين. ده هدف الثوره واللي احنا مستمرين لحد ان شاء الله ما نحققه ان شاء الله. دكتور ايهاب، يعني سؤال يعني في غايه الاهميه وفي غايه الضروره بعد كل الكلام والجدل اللي احنا تحدثنا فيه حول العلاقه ما بين الشرطه والشعب، يتبقى قدامنا القادم. يعني ما هو التصرف الذي يجب أن تفعله الداخلية الآن، وزارة الداخلية، من أجل إزالة الاحتقان، من أجل بناء علاقة قوية ما بين أنا كضابط شرطة أو كجندي في الشرطة بتعامل مع المواطن؟ إيه المفروض أعمله النهاردة كوزارة الداخلية عشان يعني ألحق اللي ما تلحقش؟
في بوادر طيبه حصلت، ان وزير الداخليه عمل حركه من يومين وانشا فيها ادارتين بمستوى كبير، اداره حقوق الانسان واداره التواصل المجتمعي. قد تكون دي ظاهره طيبه، لسه مش واضح اختصاصها، لسه ما بانش طبعا، لا ولسه ما بانش اثرهم. ممكن يكون ده اتجاه للتواصل مع المجتمع. في مؤتمر عملاه وزاره الداخليه وتم دعوه الجمعيه ليه يوم 25 الشهر ده تحت رعايه الوزير عن الشرطه العصريه، وبالتالي اكيد هيحصل في المحاور، لان الورق اللي جاي فيه المحاور بتاعته من ضمنها التواصل المجتمعي وازاي نبني علاقه ثقه. هل ده هيبقى مجرد مؤتمر ومؤتمر نمطي وهيحصل زي ما بيحصل مؤتمرات كتير وبتاخر ما يحصلش منه نتائج، ولا هيبقى فعلا هيطلع من بفايده ونبتدي نشتغل على التوصيات اللي هتطلع؟ لان بلا شك في مجموعات كتير من الشباب، وانا متاكد ان الاستاذ احمد كان منهم، راحوا لوزاره الداخليه بعد الثوره وناس كتير قدمت مقترحات. فالمقترحات دي لو حصل لها تجميع واتفلترت وبقى في حاجات منها قبل للتنفيذ تحصل، يبقى ده شيء رائع. المهم جدا يا رب يا رب يعني بنعشم ده يعني. يا رب. انا اعتقد ان من اهم الحاجات اللي لازم وزاره الداخليه تشتغل عليها هم حاجتين حقيقة. الشيء الاول هو قدره على انفاذ القانون، لازم يكون عندنا القدره، اللي واقف في الشارع ده عنده قدره على انفاذ القانون. والشيء الثاني الفصل التام بين الشرطه والسياسه. الشرطه هتشتغل بتنفذ القانون ايا كان اللي واقف قدامها، هل هو ينتمي للحزب الحاكم ما ينتميش للحزب الحاكم، هي هتنفذ السياسه طبعا، هتنفذ العداله. ده اللي نقدر منه ان ننطلق ونقدر نكسب بيه مصداقيه مع الشارع، والشعب يقف. بس ده عايز وقت يا دكتور. لا خالص، ده بكره الصبح. احنا لو في اراده سياسيه وقلنا وزاره الداخليه مالهاش دعوه بالسياسه، اللي هيقف قدام وزاره الداخليه زي ما هو واقف دلوقتي وهيعمل تجاوز غير قانوني هناخد ضده اجراء، ما حدش هيقول لا، لان هيبقى عارف ان ده هيطبق على الحريه والعداله، وهيطبق على النور، وهيطبق على 6 ابريل، وهيطبق على كله. الفكره ان انت لما يبقى في حاجه تبع حزب معين فانت بتنسحب وبتقف قدام الاتجاهات الثانيه، ده اللي بيعمل الحساسيه وبيخلي المواطن يفقد المصداقيه في الجهاز. صحيح. فاحنا محتاجين شفافيه كامله، قدره على انفاذ القانون، والفصل بين الشرطه والسياسه. يا رب ان شاء الله الايام اللي جايه نقدر نحقق هذا. نهاية أعزائي المشاهدين اسمحوا لي أن أشكر ضيوفي الكرام دكتور إيهاب يوسف الأمين العام لجمعية الشرطة والشعب لمصر. شكرا لحضرتك وربنا يوفقكم إن شاء الله، ونتمنى أن يكون في مزيد من الجهد وجمعيات كتيرة قوي تعمل في هذا المجال، لأن المسألة مش محتاجة جمعية واحدة، محتاجة تضافر جهود مدنية كتيرة جدا لإزالة هذا الاحتقان من أجل مصر وليس من أجل الجهاز أو الوزارة. الشكر موصول ايضا للاستاذ احمد عبد الرب عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثوره والقيادي بحزب الجبهه الديمقراطيه. اشكرك استاذ احمد، انت نموذج مشرف للثائر المصري، كلامك كله محترم ومرتب ومنظم، وانا واثق ان كل الناس اللي زيك بهذه القدره وهذا القدر من التعبير عن مطالب الشعب. شكرا لك استاذ احمد. الشكر والتقدير أيضا موصول لحضراتكم لمتابعينا برنامج القاهرة على الهواء. غدا فريق عمل جديد. أشكر زملائي فريق العمل، أسرة الإعداد عزة فايز ومحمد عرابي، أسرة الإخراج مدحت عاصم، ناصر عبد السلام، هند سلام. تحياتي لكم محمد جويلي، إلى اللقاء غدا وفريق عمل جديد والقاهرة على الهواء.